يا ترى لو قررت تغير حياتك وصحيت في يوم لقيت نفسك عايش حياة مش حياتك، وكان قدامك اختيار يا ترجع لحياتك القديمة أو تستمر في الحياة الجديدة، هتختار تعمل ايه؟ ده اللي هنعيشه في حكاية النهاردة مع بطلتنا تسنيم. ويلا بينا نشوف الحكاية من الأول. يوم الأجازة الصبح بدري دخلت مامة تسنيم أوضة تسنيم. يا تسنيم يا تسنيم يلا اصحي. ايه يا ماما اصحى ليه بس انا عايزه انام. تنامي ايه بس يلا قومي ورانا تنظيف الشقه كلها. يعني يا ماما يوم اجازتي وبتعملي فيا كده، عايزه انام. بقولك قومي، مش كفايه الواحد مش شايف منك فايده اهو حتى تساعديني في اي حاجه. حاضر حاضر يا ماما، صحيت علشان تشوفي فايدتي بس. طب يلا علشان هنغسل السجاد، مستنياكي بره قبل ما ابوكي واخواتك ما يرجعوا من بره، يلا بسرعة. تسنيم بنت في بداية العشرينات، وهي بنت وحيدة ل3 أولاد غيرها، لسه مخلصة دراستها الجامعية ولسه بدأت تشتغل الشغل اللي هي ما بتحبوش أصلا. وتسنيم أول ما مامتها خرجت بدأت تكلم نفسها، يعني يا رب يوم أجازتي وأمي تعمل كده؟ مش كفاية الواحد عايز ينام براحته وطول الأسبوع تعب في الشغل وحتى هنا مش عارفة أخد راحتي؟ يا سلام لو كنت أقدر أختار حياتي بنفسي بس. وبعد الكلام دوت حصل زلزلة في أوضة تسنيم والنور مرة واحدة اتطفى. ايه ده؟ استرها يا رب، ده زلزال ده ولا ايه؟ طب اطلع اجري طيب ولا استنى؟ يوه وكمان النور قاطع وده وقته. يا ماما يا ماما. مش هترد عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ يا ماما يا ماما الحقيني. أنا هنا علشان أنفذ لك أمنيتك. امنية ايه يا عم؟ بس انا ما عنديش اي امنيات. انصرف انصرف، بقول لك انصرف. إزاي يا تسنيم؟ مش أنت طلبتي إنك تختاري حياتك؟ وهو ده ممكن يحصل؟ أنا هنا علشان أنفذ لك الأمنية دي، لكن في شرط علشان تختاري الحياة اللي أنت عايزة تعيشيها. اي حاجة انا موافقة، اهم حاجة ما اغسلش السجاد النهاردة وانام براحتي. اسمعي الأول الشرط. أنا هاخدك رحلة وخلالها هتعيشي 15 حكاية وحياة، حكايات حقيقية ممكن أنت اللي تختاريهم كمان. هتعيشي بمشاعرهم وظروفهم وكمان بأشكالهم، ومش هتغيري أي حاجة. وفي نهاية الرحلة مش هتقدري ترجعي لحياتك القديمة أبدا. انا موافقة اختار الحياة والحكاية اللي اعيشها بكل ظروفها، مش هعترض. يلا اختاري. عايزة اكون اكبر ب10 سنين وعايشة في بيت جميل جدا متجوزة من الشخص اللي انا بحبه ومعايا فلوس في الحكاية ديت. عايزة أي حاجة تانية في الحياة ديت؟ لا مش عايزة حاجة تاني. طب يلا بينا على حكايتك الأولى. يا تسنيم يا تسنيم، انت فين يا تسنيم؟ انت كل ده لسه هنا؟ انت مين؟ ايه اللي انا مين؟ انا محمد جوزك يا تسنيم. معلش يا محمد، اصلي لسه ما فوقتش بس. طب يلا علشان انا عايز افطر حالا يا حبيبي والفطار يكون جاهز. اتفضل يا محمد، احلى فطار اهو. شكرا يا اختي. هو مصطفى جارنا كان بيقولك ايه صح؟ كان بيقول اللي كل الناس بتقوله. وايه هو اللي كل الناس بتقوله؟ اني احلى منك بكتير. ما هما معاهم حق برضو، امال انا بحبك من فراغ؟ ما انا عارف. بقولك انا عايز 2000 جنيه. انت لسه ملقتش شغل برضو؟ هو انت هتذليني بشغلك وفلوسك ولا ايه يا تسنيم؟ لا لا يا حبيبي، مش قصدي طبعا، انت تستريح وانا اشتغل واعمل لك اللي انت عايزه. طيب انا نازل وهاخد الفلوس، سلام. سلام يا حبيبي. وفي نهاية اليوم، ايه ده انت جيت يا محمد؟ ايوه يا اختي، يلا قومي حضري لي العشاء. بس انا ما عملتش اكل النهارده. ايه؟ انت اتجننتي؟ يعني ايه ما عملتيش اكل النهارده؟ وبدأ محمد يقوم ويضرب فيها. استنى بس يا محمد، ليه كده بس؟ انا ملحقتش اقولك اني طلبت اكل من بره لاني كنت مشغولة طول اليوم. معلش يا تسنيم، حقك عليا، انا بس كنت مضغوط شوية. ولا يهمك يا حبيبي، اهم حاجة تكون مبسوط. وانا هتبسط ازاي بس؟ ايه رأيك نسافر السخنة في الشاليه بتاعنا؟ هي فكرة حلوة، وانا هبقى اجيب واحدة صاحبتي معانا. وهتكون مين دي يا محمد؟ وانت مالك، اهي واحدة اعرفها هتيجي معانا، انت عايزة ايه يعني؟ براحتك يا محمد، ماشي خلاص مفيش مشكلة يا حبيبي. خلاص احنا نسافر بكرة.
حلو أوي، أنا موافق. هروح أجهز الشنطة بقى وأجهز نفسي. وتاني يوم في العربية، تسنيم، هيا اللي هتطلع معانا السخنة النهاردة. ازيك يا هيا؟ هو انت عندك كام سنة؟ شكلك كبيرة شوية. ايه يا محمد، هي مالها مراتك؟ ما تاخديش على كلامها، هي على طول كده. علشان خاطر عيونك بس يا محمد. وبعد ما وصلوا، وبالتحديد في شاليه السخنة، بقولك ايه يا تسنيم، ما تروحي على البحر شوية وسيبينا انا وهي نجهز لك الغدا. اذا كان كده انا موافقة طبعا. هي ازاي سابتك معايا كده ومشيت؟ ما انا قلتلك من كتر حبها فيا بتوافق على اي حاجة. مش يلا بقى ولا ايه؟ يلا بينا. وبعد شوية وقت رجعت تسنيم الأوضة علشان تلاقي جوزها بيخونها. هي حصلت يا محمد تخوني كمان. طلقني، طلقني. علشان في نهاية الحكاية ترجع تسنيم لحياتها الحقيقية. هو ازاي ممكن حد يوافق يعيش حياة زي دي؟ الحياة دي كانت اختيارك انت من الأول. بس أنا كنت عايزة أعمل في محمد ده حاجات كتيرة قوي. أنا كنت كأني ماشية مغيبة. واحنا اتفقنا يا تسنيم إن أي حياة هتعيشيها مش هتختاري تعملي أي حاجة تانية، هتعيشي الحياة زي ما هي بس. لا، بس الحكاية دي صعبة قوي. أنا عمري ما أحب أعيشها تاني أبدا. يبقى تدخلي على الحكاية الجديدة. تحبي تختاري ولا اختارلك أنا؟ أنا هختار. يا ترى لو انتم كنتم مكان تسنيم كنتم عملتوا ايه؟ كنتم هتكملوا في اللعبة وتختاروا الحياة الجديدة وتجربوا تاني؟ ولو قدامكم العرض ده تختاروا تعيشوا أهني حكاية ويكون شكلها ايه؟ اكتبولي كده تحت في الكومنتات. وعلى فكرة، الحكاية اللي انتوا سمعتوها النهاردة دي حكاية حقيقية، وتابعوني في القناة علشان تسمعوا كل الحكايات الحقيقية اللي جاية. استنونا في الحكاية اللي جاية علشان نعيشها مع تسنيم ونعرف هتعيش حكايات مين تاني.